له إلاف رحلة الشتاء الصيف، هاي مو بلاش. يعني حينما نقرأ قضية إلاف صحية تجارة قريشية بحتة، لكن آل هاشم لهم نصف هاي التجارة، نصف هاي التجارة لمن؟ لآل هاشم، مو فقراء. تدري لو فقراء كان قريش استحوذت عليهم، لكن عندهم نفوذ. يقول ما صافوا لي وسيد سادات قريش هاشم جد النبي مدفون في غزة. يقول أحد التجارة توفى هناك، جد النبي أبو عبد الله مستشهد وين؟ في غزة في فلسطين موجود. يقول ما صاف ليل وتغير نهار إلا ووجدوه ساجدا عند بيت الله الحرام. يعني شو تقول هذا البيت كافر؟ يقول الإمام الصادق يقول نحن طهر يعلو الطهر في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. هاي نعمة إلهية. هسه يريد يستوعب وضعنا مشكلة، ما يستوعب مشكلة. يعني شنو المشكلة بالموضوع؟ نستوعب لا ما نستوعب. يعني معنى أهل البيت منذ النشأة الأولى منذ نوح وآدم هم أهل البيت بالأرحام المطهرة. ليش؟ يقول ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على صحيح فهو صحيح. اليوم احنا ليش نقدم أجل السامع الباطل؟ لأن بعض الروايات تنقل من كافة المسلمين غير المسلمين. يقول آدم حينما أراد لزوجات أولاده زوج الخوات. زين، الله عز وجل قادر يخلق إنسان ثاني يعوض بنات آدم لو ما يقدر. ليش؟ لأن حرام الله حرام إلى يوم القيامة، وحلال الله حلال إلى يوم القيامة. ما معقول هاي الأصلاب الطاهرة المطهرة تنقل نجاسات جلسات أو تنقل زنا ميسر. فلهذا الله عز وجل ينشئ. من سئلوا الإمام الصادق عليه السلام قالوا يا ابن رسول الله قبل آدم يوجد آدم؟ ايش قال لهم الإمام؟ قالوا له آدم 1000 آدم. هاي رواية موثوقة. يعني ليش يقول قبل آدم 1000 آدم؟ والرد القرآن ايش يقول؟ وتجعل من يفسد فيها. يعني معناه شنو أقول؟ شوية يصيروا في القرآن الله يحفظكم إن شاء الله الإخوان دقيقين. ليش؟ يحدد الله عز وجل شكله. أنا أعلم لما لا تعلم. يعرف هاي التركيبة الله عز وجل. شوفوا التاريخ. أنا ذاك اليوم وقع بيدي كتاب اسمه المصادر المصرية. يقول هذا الكتاب عفوا الكتاب يقرأ يقول الحضارة المصرية 3/4 بنيت على حرام، فلهذا يطلع لهم عوض اختلال توازن. لأن يقول هذا ما يصير كله سالب سالب سالب، لازم سالب موجب. لأن الأخ الأخت يشكل شنو؟ سالب سالب، يعني تحرم عليه، تحرم نهائيا، تحرم. كل الشرائع ماكو شريعة أنزلها الله تحلل زواج الأخوة، مستحيل. ماكو جماعة يطلعون يكذبون، هاي مو حقيقة. الله عز وجل يحفظ خلقه. ليش؟ حتى ما تصير مفسدة بالأرض. إنا جعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. بس إحنا جعلناكم شعوب وقبائل تتعارفون. أولا وضع الخلق متقابل وخلى بيه شنو؟ عنوان التآخي،
حينما اليوم انا اخذ منك مرة انت تصير اخويا. الاوازن تتقارب اكثر، الاخوة تزيد، الحماية مجتمعية، تصير قبائل. لكن اذا بقي على حرامهم يصير شنو؟ تتقلص، وراح ينزل هذا المجتمع، راح ينزل الى الادنى. حتى الذي يخرج هذا اللي تجلى سامع الحرام راح يولد شنو؟ يولد ثقافة مو طبيعية. لأن اليوم إذا الأب زنى بأخته يقدر هو يزني بمن؟ بالذي أنجبته. فلهذا الله عز وجل يحرم احترام الأب من الأخت، احترام الأب إلى الزوجة، احترام الأب إلى الأم. اكو أواصر حقيقية بالمجتمع يصير شنو؟ محرمات. وثاني بعد اكو شيء الله عز وجل، اخواني اهل الايمان، الله عز وجل بالدين الاسلامي يسلب شيء من الاسلام وهي شهوة الاهل.